يا اهلا بالانيماويه. وقفنا المره اللي فاتت مع لو هاو بعد ما اتفاجئ ان البنت قائده الجروب اللي انضم ليه شريره وعايزه تقتل الشباب اللي معاهم، وده لان عليه مكافاه كبيره. ولكن بعد دفاع لو هاو عنه وبعد ما قتل 2 الحراس بتوعها قررت انها تهجم عليه بنفسها. يا ترى ايه اللي هيحصل؟ هو ده بالظبط اللي هنعرفه في الجزء الثاني من حكايه لو هاو مملكه التنانين. لكن قبل ما نبدا ما تنساش تدعمنا بلايك للفيديو ده واشتراك، وكمان تفعل زر الجرس علشان كل الاجزاء اللي جايه توصلك اول ما تنزل على طول. صلي بينا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ويلا بينا نبدا في الجزء بتاعنا النهارده. ولكن بعد دفاع لو هاو عنه وبعد ما قتل 2 الحراس بتوعها قررت تهجم عليه بنفسها. البنت بتبقى قوية جدا ومن المستوى السادس. هنشوف لو هاو هيعمل ايه، خاصة ان هو لسه ما استخرجش طاقة التنين الذهب اللي جواه. البنت ساعتها بتبدأ الهجوم على لو هاو، وبيبقى هجوم قوي جدا لدرجة ان الشاب اللي معاهم بيطلب منه يهرب ويسيبه يموت، لكن طبعا لو هاو بيرفض وبيفضل واقف للمواجهة. بس البنت بتضربه ضربة قوية وبترميه على الأرض. لو هاو بيبقى فاكر ان هو خلاص هيموت هنا، خاصة ان هو مش هيقدر على واحدة من المستوى السادس في فنون القتال، وفعلا بيفضل متمسمر كده مكانه مستني الضربة القاضية. لكن اول ما البنت بتقرب منه وبتكون على وشك انها تقتله بالخنجر بتاعها، ساعتها طاقة التنين بتظهر وبيضربها ضربة واحدة بس بيقتلها بيها. الشاب ده بيبقى منتهش ان لو هاو قتل واحدة من المستوى السادس بضربة واحدة بس، ولو هاو بيفرح ان هو اخيرا وصل للمهارة الاولى من مهارات التنين ال9. بعد شوية لو هاو بيقعد مع الشاب وبيعرف ان اسمه جو تشان، وبيعرف كمان ان المكافآت دي علشان عيلته هي اللي حطها وعايزة تتخلص منه. من اليوم ده لو هاو كون صداقة مع جو تشان، وتاني يوم بيروحوا علشان ينضموا لعشيرة شوشين وبينجحوا في الاختبار الأول. جو تشان بيبقى مستواه هو المستوى السابع، ولكن لو هاو بيقول له انهم قدروا مستواه ان هو في المستوى الخامس بس. جو تشان ساعتها بيستغرب جدا لان لو هاو قوي جدا زي ما شافوا امبارح، ورغم ده فهم مقدرين قوته من المستوى الخامس بس. ورغم التنمر اللي لو هاو بيتعرض له من الاشخاص اللي تصنيفهم اعلى في فنون القتال العادية، إلا إنه بيرفض يقول لأي حد إنه يمتلك فنون القتال الموروثة. المقاتلين كلهم بيوصلوا للمرحلة الأخيرة من الاختبارات، وبتكون منافسة بينهم على منحدرات عالية جدا. المطلوب من 6000 مشترك إن هم يسيطروا على 1000 منحدر من الموجودين، واللي هينجح في ده هينضم للعشيرة دايركت. الكل بيجري بسرعة علشان يسيطر على المنحدر. جوتشن بيقدر يستقر على منحدر وبيقدر يهزم المتنافسين اللي بيهجموا عليه، ولكن بعد فترة من الزمن بيكون لازم يصمد على قد ما يقدر، ولكن بيبدأ يحس بتعب شديد من كتر المتنافسين. فعلا جوتشن بيكون تعب جدا، وده بعد ما قضى على 9 من المنافسين. ولكن الغريب ان هو لما بيبص على لو هاو بيلاقي كومة كده من المتنافسين تحت رجله بعد ما قضى عليهم كلهم بكل سهولة، وسيطر كمان على المنحدر بتاعه. جوتشن اللي بيبقى خايف على لو هاو وكل شوية يطمن عليه، بيعرف ان هو وحش كاسر محدش يقدر عليه اساسا. وبعد نهاية وقت الاختبار القائد بيطلب من 1000 مشترك اللي نجحوا في السيطرة على المنحدرات ان هم ينضموا للمسرح علشان يعلنوا انضمامهم للعشيرة. ولكن بعدها بيتفاجئوا ان في اختبار تاني علشان يصفوا 1000، والاختبار التاني ده هو الجسم المقطوع، واللي هينجح فيه هيتأهل. الاختبار بيبقى عبارة عن شوية عقبات في المنحدرات بتاعتهم، حرارتها بتزيد وبتبدأ تتدمر ولازم يفضلوا صامدين عليها. الكل بيفضل يقع واحد ورا التاني. جوتشن بيبقى خايف على لو هاو وبيبقى فاكر ان هو مش هيقدر ينجح، وبيفضل يدعي ان هو يقدر يبقى ثابت شوية، لكنه لما بيبص عليه بيلاقيه نايم على المنحدر وزهقان وناقص يشرب شوية شاي كمان. وفي الاخر بيتبقى 500 شخص بس، ودول بينضموا للعشيرة رسميا. لو هاو بيصحى من النوم وبيلاقي نفسه نجح في الاختبار. بعدها اللي نجحوا بيسافروا على مكان العشيرة، وبيعرفوا من القائد ان هيتم اختيار تلاميذ داخلين وتلاميذ خارجين، والكلام ده هيحصل بعد 3 شهور. لازم يثبتوا نفسهم كويس ويتدربوا بكل قوتهم في الفترة الجاية دي. طبعا التلاميذ الداخليين دول بيبقوا افضل، وده لانهم بيتمرنوا تحت ايد معلمين مشهورين، انما الخارجيين بيعتمدوا على نفسهم وكمان بيشتغلوا بايديهم. طبعا لو هاو بيبقى عايز يبقى من الطلاب الداخليين في الاول. لو هاو بيروح الاوضه بتاعته وبيقابل شريكه اللي بيبقى مجنون شويه وخايف منه على الاخر، وبيقول له ما يقربش منه نهائيا. بيكون حاسس ان هو موجود في اغرب اوضه في العالم كله. تاني يوم لو هاو بيخرج علشان بيسمع صوت دوشه، وبيلاقي مجموعه بتضرب شاب ضعيف، ولما بيسال عن السبب بيعرف
بيعرف ان طالب من المراحل المتقدمة اسمه نينج بيجي كل سنة علشان ياخد هدية ترحيب من الطلاب الجدد، وان الطالب اللي بيتضرب ده رفض يديله هدية علشان كده بيتعامل معاه بكل قسوة. لو هاو بيقرب من الخناقة شوية وبيلاقي ان اللي بيتضرب ده يبقى زميله اصلا في الأوضة، وبسبب الضرب الكتير اللي بيتعرض له بيوافق يديله هديته. لكن ساعتها لو هاو بيتدخل وبيقول لنينج ان ده يبقى زميلي في الغرفة، بيقول له ان هو بيسرق الحبوب بتاعتهم وده ضد القوانين. طبعا نينج بيتعصب على لو هاو بيقول له انت بتحاول تبقى البطل يعني مش كده ها. ساعتها لو هاو بيهجم عليه والكل بيبقى خايف لان نينج ده يعتبر اخ اكبر ليهم، وهنا يا صديقي قانون الغابة هو اللي بيحكم. نينج بيتعصب جدا وبيهجم على لو هاو، وكل الطلاب بيبقوا خايفين عليه وبيقولوا ان حياته انتهت خلاص، مش هيقدر يصمد ثانية واحدة قدام نينج. لكن طبعا العكس هو اللي بيحصل، ولو هاو بيضرب نينج ضربة في التانية وبيقضي عليه بيها. نينج بيؤمر رجالته ان هم يهجموا على لو هاو بسرعة، ولكن طبعا محدش فيهم بياخد ثانية في ايد لو هاو وبيترموا على الارض جنب نينج. لو هاو ساعتها بيطلب من نينج يرجع كل الحبوب اللي خدها من الطلاب الجدد، ولما بيلاقيه رافض يرجعهم بيهجم عليه مرة تانية وبيضربه وبيهدده ان هو لو ما رجعش الحبوب هيتكسر ويدغدغ رجليه. ساعتها نينج بيمطل شوية لكنه بيلاقي ان لو هاو ما بيهزرش فبيرجع الحبوب كلها في النهاية. لو هاو بيرجع الحبوب للطلاب والكل بيبقى فرحان جدا وبيقولوا عليه ان هو البطل بتاعهم. في الوقت ده زميله في الغرفة بيبقى واقف يتفرج عليه بسبب شجاعته، وبيقول ان هو عايز يتعلم فنون القتال علشان يدافع عن اسرته، وانه ما ينفعش يبقى ضعيف تاني ولازم يبقى زي لو هاو في يوم من الايام. بعدها بيروح يعتذر له بسبب طريقته اليوم اللي فات، بيقول له ان هو كان فاكره عايز يسرق الحبوب بتاعته ولكنه من هنا ورايح صديقه وهيتعلم منه. على الناحية التانية نينج بيروح يعيط لاخ اكبر اسمه هوانج، باين عليه كده الغموض، وبيقول له ان في طالب جديد ضربه وبيطلب منه يساعده علشان يرجعوا الحبوب. هوانج بيكون عايز الحبوب لان الحبوب دي هي حبوب الطاقة وهي اللي بتزود قوة الطلاب الجدد مع الوقت. هوانج بيقول لهم ان كلها شهر والطلاب يبداوا التدريب وهو هيجيب حقهم. بعد فترة بنوصل لقبل الخروج للتدريب بيوم، لو هاو بيبقى بيتأمل وبيفكر في التدريب لانه عايز ينجح في الانضمام للتلاميذ الداخلية. لو هاو بسبب قتاله مع نينج اكتسب قدرات جديدة وبيخرج لوحده علشان يختبرها. بالفعل بتكون قوته زادت الضعف خلال الشهر ده وبيقدر بضربة واحدة بس يدمر الصخور والأشجار. تاني يوم لو هاو بيتفاجئ بهوانج اللي بيبقى الأخ الأكبر ليهم خلال التدريب وإنه المسؤول على سلامتهم كمان. لو هاو بيلاحظ إن هوانج جاي عليه وبيعامله بطريقة السيد بتاعه وبيطلب كمان منه يسمع كلامه لو عايز يفضل عايش. التدريب الأول بيبقى في مكان خطير جدا، هوانج بيبلغهم بالتدريب وإنهم لازم ينجحوا فيه لو عايزين ينضموا لامتحان التلاميذ الداخلية. بيعرفهم إن مدة التدريب ده 5 أيام، لازم يخرجوا يدوروا على شيء معين ويرجعوا للسفينة قبل الوقت ما يخلص. الطلاب بيقسموا بعضهم مجموعات علشان يدوروا على الحبوب، ولكن مجموعة لو هاو بتقرر تبعد عنه شوية علشان مستواه أقل منهم. ساعتها هوانج والمساعد بتاعه بياخدوا لو هاو معاهم وده علشان يحموه، لكنه بيبقى شاكك فيهم بسبب تصرفاتهم معاه. كمان بعد شوية بيلاقيهم خدوه للمنطقة المحرمة، ودي منطقة خطيرة فيها معظم القتلة المحترفين، كمان فيها مجموعة من الوحوش الشرسة. مش بس كده، كل مستوى بيقابل وحوش أقوى لحد ما يوصل للمستوى المتوسط اللي موجود فيه وحش ولا حتى أقوى إنسان يقدر عليه. لو هاو بيحذر هوانج وبيقول لهم إنهم لو كملوا في الطريق ده هيقابلوا وحش قوي مش هيقدروا يقاوموه، ولما بيلاقيهم بيضحكوا بكل خباثة بيعرف على طول إنهم في طرف نينج وعايزين يتخلصوا منه. هل بقى هوانج وشريكه هينجحوا في القضاء على لو هاو وينتقموا لنينج، ولا لو هاو هيتغلب عليهم زي ما تغلب على اللي قبلهم؟ ده بالظبط أيها الأنيماوي الجميل اللي هنعرفه في الجزء الجديد اللي هينزل بعد ما نوصل الفيديو ده 2000 لايك على الأقل. كل اللي عليك دلوقتي انك تدعمنا بلايك واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان الجزء الجديد أول ما ينزل يوصلك الإشعار على طول وتبقى أول حد تتفرج عليه. استنونا علشان تعرفوا إيه اللي هيحصل مع لو هاو. سلام.